واحدة 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 واحدة. اتفضلي افتحي. انت شفتي ومن غير ما اشوف. هو انت فاكراني صغيره ولا ايه؟ جريمة استفزت صناع السينما لتحويلها إلى فيلم أطلقوا عليه المرأة والساطور، شاهده الملايين في مصر والوطن العربي بعد أن حقق نجاحا غير مسبوق، تخليدا لما فعلته ناهد القفاص وسميحة عبد الحميد بعد أن قامت الأخيرة بتقطيع جوزها ثم تلتها، بعد ذلك ناهد ب5 سنوات بنفس الفعلة، ووضعتا زوجيهما في أكياس بعد فصل الرأس عن الجسد. وقبل حكايتنا عن الفيلم نتعرف على القصة الحقيقية ومن البطلة الحقيقية فالحياة. ففي يوم وبالتحديد في سوهاج عاشت سميحة مع زوجها قانعة بحياة هادئة في بيت واحد مع زوجها علي وأبو طالب الذي كان يذهب إلى عمله في الصباح ويعود ليجد سميحة في انتظاره كل مساء، إلا أن دوام الحال من المحال. بعد إنجاب الأطفال وزيادة المصروفات بدأت المشاكل في الظهور، وباتت سميحة تطالب عطوة بالبحث عن عمل آخر يوفر لهم ضروريات الحياة، ليظهر صديقه عاكف في الصورة ومعه الحل، عامل جديد في إحدى شركات الأسمدة بمحافظة السويس براتب أكبر، ما جعل الفرحة تحتل قسمات الزوجين، إلا أن المقابل كان شيئا لا يصدق. إلى السويس شدت الأسرة الرحال، وفي بيت جديد وضعت العزال، لتبدأ سميحة في ترتيب الشقة بنفس راضية وهي تلاعب أطفالها، إلى أن فوجئت ذات مرة بعاكف يزورها في البيت في غياب زوجها عطوة، وتكررت الزيارات لتنشأ علاقة بين سميحة وعطوة لا يعلم عنها أحد شيئا. كان من الممكن أن ينتهي الموضوع عند هذا الحد، إلا أن عاكفا قرر مواصلة الزيارات في غياب الزوج، ما جعله تحت مجهر الجيران لتبدأ الألسنة في الحديث وينتقل من لسان إلى أذن حتى يصل إلى الزوج نفسه. لم يصدق عطوة في بداية الأمر، وحين تأكد صفع زوجته بكل ما يحمل من قهر وهو يأمرها ألا تفتح الباب لعاكف أبدا في غيابه، أنكرت سميحة أي علاقة لها بشخص آخر، حتى عاد إليه الهدوء في الوقت الذي كانت تدبر أمرا ما في الخفاء. ظنت سميحة وهي تضع المخدر لأسرتها وتقوم بقطع رأس زوجها وتقطيع جسده ووضعه في 20 كيس بلاستيك دفنتها في المنطقة المحيطة بالبيت إنها فعلت شيئا تستحق عليه الثناء من عشيقها، إلا أنه حين علم بذلك لم يتردد في صفعها على وجهها قبل أن يفر من أمامها ولا تراه مرة أخرى. أما سميحة حين وجدت نفسها وحيدة في مواجهة حبل المشنقة فقد قررت إشعال النيران في البيت واتهام الزوج بارتكاب الجريمة لتنجو من العقوبة، ولم تكن تعلم أنها نسيت يد زوجها المقطوعة في المنزل لتبدأ الحقيقة في الظهور، ويتم إيداعها السجن وتقدم للمحكمة وتنال جزاءها بالإعدام شنقا عام 1985. ورغم إعدام سميحة عبد الحميد في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن الفكرة لا تزال موجودة وتم تنفيذها بطرق متعددة. ليس كل قاتل مذنب، وليس كل قتيل بريء. حكمة قد يراها البعض خالدة، أو عبارة شعرية رائعة وضعها المخرج سعيد مرزوق كنهاية لفيلم المرأة والساطور، معلنا بها براءة نبيلة عبيد أو سعاد من حكم المحكمة الصادر ضدها لقتلها زوجها أبو بكر عزت أو محمود. ونبدأ معكم حكاية فيلم المرأة والساطور، حين عثر البوليس على أشلاء جثة رجل بداخل حقيبة جلدية، وبالبحث والتحري لتوصلوا لمعرفة أنه محمود علوان أبو بكر عزت، ووجدوا بمنزله بكينج مريوط عدة بطاقات تخصه بها وظائف رجل أعمال وصحفي ومنتج سينمائي ومسؤول بمجلس الوزراء، وتمكنوا من الوصول لزوجته سعاد قاسم نبيل عيبيد التي أخبرتهم بأن زوجها على سفر، فقادوها للمشرحة للتعرف على جثته، وأصيبت بإغماء. كانت سعاد قاسم أرملة شابة تعيش مع ابنتها المراهقة مديحة دنيا عبد العزيز، وترك لها زوجها رصيدا بالبنك وشقة فاخرة والكثير من المصوغات، وسافرت لبورسعيد لشراء بعض الملابس، وتعثر عودتها بسبب سفر رئيس الوزراء بالقطار لتلتقي بالنصاب محمود علوان الذي ادعى أنه مدير مكتب رئيس الوزراء، وصحبها بسيارته للعودة بالطريق الموازي لقناة السويس بعيدا عن الجمارك، وادعى أنه أرمل وعاملها بلطف وحنية،
فكسب ثقتها، واجتذب ثقة ابنتها مديحة وأمها زوزو نبيل، وتزوجها، واكتشفت أنه صحفي، فأخبرها أنها مهنته السابقة، وأقنعها بتحرير توكيل رسمي من كل منهما للآخر. وعاشت معه شهرا بشقته الفاخرة، فلما اكتشف ضحاياه مكانه انتقل للعيش بشقتها، وباع الشقة لعربي. ضياء المرجني طمع في الزواج من الراقصة التي كان علوان متزوج منها عرفيا، ووافق على طلاقها مقابل 10,000 جنيها. واكتشفت سعاد بيعه لشقته، وادعى شراءه لشقة قريبة من مدرسة مديحة، وذلك ليتمكن من بيع شقة سعاد التي اكتشفت أنه شاذ جنسيا وعنيف وسادي في ممارسته الجنسية. ولم تنتبه سعاد لاستحالة العيش معه، واكتشفت بيعه لشقتها، ولم تنتبه، واكتشفت ضياع بعض مصوغاتها، ولم تنتبه، حتى اكتشفت سحبه لكل رصيدها بالبنك. ومع ذلك اضطرت للحياة معه على أمل أن تحصل على ما نهبه منها، وصدقته أنه اشترى فيلا باسمها، ثم سرعان ما اكتشفت أنها باسمه هو. واكتشفت أنه مطارد من البوليس، ومن ملاحقة رجل المعاش البير حبيب عبد المنعم مدبولي الذي سلبه مدخراته ومصاغ زوجته ومنزله، الذي باعه ليشترك معه في شراء بضائع من بورسعيد. وامتنعت سعاد عن معاشرته بالفراش، ولكنه خدرها ونال منها، ولم يجد البير مالا يسدد به فاتورة اللوكاندا، فعطف عليه سائقه السابق وآواه في حجرة متهالكة بعيدة عن العمران. استغلها علوان في الاختباء من البوليس فأبلغ عنه البير، ولكنه استطاع أن يهرب وأقام في فيلا بكينج مريوط، ومعه سعاد وابنتها مديحة، وحاول الاعتداء على ابنتها، فلما اعترضت ضربها وقيدها على وجهها لينال منها بشذوذه، وطلب منها نسكافيه فوضعت له مخدرا، فلما فقد وعيه حطمت صدره بعدة طعنات وسحبته للحمام وقطعت رقبته وأوصاله بالساطور. وقدمت للمحاكمة، وأسرع جميع المحامين الذين كانوا يطاردونه نيابة عن ضحاياه بالدفاع عنها مجانا، وألزمتها المحكمة بقضاء 15 عاما وراء القضبان. ومع أن كل الدلائل تشير إلى أن محمود يستحق القتل أكثر من مرة لما فعله، إلا أنني أرى تلك المرة أن المذنب الحقيقي هو الزوجة سعاد التي قبلت في سذاجة أن تستمر في تلك الزيجة، بالرغم من الكشف عن أوراق كثيرة لتقرر في النهاية قتله عندما يعتدي على ابنتها، وكأن الاعتداء عليها ليس سببا قويا في التخلص منه، أو أنها استمتعت بتلك العلاقة الشاذة ورفضت أن تكون تشاركها ابنتها فيها. وإذا كان الفيلم فقد الاكتمال موضوعيا وفنيا، وفقد الواقعية للاختلافات الكيبرة بين القصة الحقيقة وقصة الفيلم، وهكذا طريقة أداء الفنانة نبيلة عبيد المفتعل. إلا أن الفنان أبو بكر عزت نجح في أن يجعلك تكره شخصية محمود، وفي الوقت ذاته تجد له دافعا لاستغلاله تلك المرأة، وأن تتصارع مع الأمور وتنتظر للنهاية. الفيلم قد يكون حقق نجاحا جماهيريا لعرضه نوع جديد وجريء من القصص الاجتماعية، ولمحكته قصة شغلت الرأي العام لفترة ما، إلا أنه فقد الكثير من عنصري التشويق والإثارة. وأخيرا فقد أثير حول قصة الفيلم أنها حادثة وقعت بالفعل بمدينة الأسكندرية، وبالرغم من أن القصة واقعية كما ذكر، إلا أن فيلم سعيد مرزوق فقد هذا العنصر الهام، عارضا حياة سيدة ناضجة عقلا وسنا، ومن مستوى اجتماعي نوعا ما مرتفع، ترتبط وتتزوج من رجل يوهمها بكل بساطة أنه يعمل بمكتب رئيس الوزراء، وأذن بها تكتشف بأنه صحفي، ثم تكتشف أنه لا يعمل. كل هذه السقطات في حياته، ولا تقف الزوجة قليلا للتفكير في حياتها معه. وهنا لابد أن تطلق ضحكة ساخرة عالية على هذا السيناريو، عقب أن تكتشف أنها تعاشر زوجا شاذا جنسيا، ومع هذا ما زالت مستمرة في الزواج، مثلما استمريت أنا في مشاهدة الفيلم إلى النهاية، منتظر التعاطف مع تلك الزوجة، ولكن سذاجتها الغير متوقعة. قلبت الموازين ووجدت نفسي أجد مئات المبررات لما فعله محمود بها. سعدنا بمتابعتكم لنا، ونتمنى إسعادكم دوما في كل ما نعرضه لكم على قناة حكاية فيلم. وقبل أن نترككم، نتمنى ألا تنسوا الإعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل إشعار جديد فيما ننشره